صباح الفل احسن ناس في الدنيا. طبعا بدايه محزنه بصراحه. منتخب تونس هارد لك، الشعب التونسي هارد لك، مدرب تونس مش هارد لك بصراحه. زعلت منه جدا ويعني مباراه منتخب استرالي متواضع، منتخب تونس اقوى بكتير. كان منتخب تونس كان عنده القدره ان هو يضغط عليه ضغط عالي ويعني مش عارف، يعني كان منتخب سهل جدا بالنسبه لمنتخب تونس انه يعمل عليه مباراه قويه من بدايه المباراه. لكن للاسف التحفظ بتاع المدرب في بدايه المباراه ادى لمنتخب استراليا فرصه كبيره جدا، مما ادى طبعا لتقدمهم في اقرب فرصه ليهم، لان المنتخبات دي بتبقى مش منتخبات قويه جدا بس بيبقى عندها فعاليه هجوميه. بس للاسف طبعا يعني بصراحه خذلني مدرب منتخب تونس النهارده. منتخب تونس كان اقوى، كانت اللعيبه عندها الحافز وعندها القوه وعندها القدره، كان عندها كل حاجه ان هي تبدا من اول المباراه زي ما حصل في الشوط الثاني. حتى في الشوط الاولاني وهم متحفزين والمدرب قلقان، منتخب تونس مضيع فرصتين ولا اسهل بصراحه. يعني انا بعتب على لعيبه، يعني ما كانش فيه استغلال الفرص بشكل كبير. هارد لك مره تانية للمنتخب التونسي وللشعب التونسي. وبصراحه مدرب منتخب تونس محتاج يقعد مع نفسه اكتر، لان منتخب تونس حتى في المباراه الثالثه صدقوني قادر يعوض وقادر يرجع للبطوله. لان اللعيبه انا بشوف ان هي عندها حافز وعندها حماس كبير جدا، وبالاضافه لدوت عندهم القدره الفنيه. فان شاء الله موفقين. طبعا هيلعبوا طبعا منتخب فرنسا بطل العالم. مباراه هتكون صعبه جدا طبعا، الامل كله كان في المباراه النهارده. بس يعني ان شاء الله منتخب تونس قدها، ومنتخب تونس قادر وكان قادر النهارده والله العظيم على الفوز بالمباراه، لولاش تحفظ المدرب في بدايه المباراه. حسسني ان هو حافظ مش فاهم بصراحه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله النصر السعودي يعوضنا ان شاء الله، والنصر المغربي يعوضنا ان شاء الله. وان شاء الله المنتخب السعودي مباراته هتبتدي بعد قليل، وبصراحه الواحد قاعد يعني متحمس جدا بجد. انا اول مره في حياتي اكون متحمس كده لمنتخب عربي غير منتخب مصر. بس بصراحه المنتخب السعودي يعني محسسني ان هو هيروح لبعيد ان شاء الله. وان شاء الله منتخب السعودي يعني ان شاء الله ان شاء الله النهارده الفوز يكون حليفه ويفرحنا على منتخب بولندا ان شاء الله. وان شاء الله النهارده ليفا يكون عطلان زي ما كان عطلان في المباراه الاولى كده واضاع ضربه جزاء كمان. ان شاء الله نفرح بمنتخب السعوديه ونقول هارد لك لمنتخب تونس النهارده. ان شاء الله القادم افضل لمنتخب تونس، منتخب قوي. نستنى بقى نشوف مباراة السعودية ان شاء الله نفرح سوا مع بعض. سلام.